كتاب الشيخ محمد الماحي ابن الشيخ إبراهيم الخليفة العام للفيضة التيجانية بمناسبة المولد النبوي لعام 1148 هجرية، الموافق ل25 أغسطس 2026. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الملك القدوس السلام الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وكانت من أجل نعمه وأعظم مننه أن بعث فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة والسلام، فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وهدى به بعد الضلالة، وأرشد به بعد الجهالة، وألف به بين القلوب بعد الفرقة والعداوة. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحباب شيخنا خاتم الأولياء القطب المكتوم والبرزق المختوم سيدنا أبي العباس أحمد بن محمد التيجاني رضي الله عنه، وأحباب صاحب الفيضة المباركة مولانا الشيخ إبراهيم ابن عبد الله نياس رضي الله عنه في مشارق الأرض ومغاربها. أيها المسلمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطل علينا ذكر المولد النبوي الشريف، فتتجدد في القلوب أشواقها، وتستعيد الأمة معها ذكرى أعظم نعمة امتن الله بها على العالمين، ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله رحمة للعالمين، وجمع برسالته القلوب، وأقام به ميزان الرحمة والعدل والإحسان، فقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن المولد النبوي الشريف ليس عندنا مجرد ذكرى عابرات تتكرر في سجل الأيام، وإنما هو موسم للمحبة والشكر، ومحطة لتجديد العهد مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحضار سيرته وشمائله وأخلاقه، والتعلق بجنابه. والتعلق بجنابه الشريف وحقيقته المحمدية، والعودة إلى المعاني الكبرى التي جاء بها للعالم: الإيمان والرحمة والعلم والعمل والأخوة والسلام وكرامة الإنسان. وقد قامت طريقتنا التيجانية المباركة على كمال التعلق بالجناب المحمدي الشريف، ومحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه، واتباع سنته، والإكثار من الصلاة والسلام عليه. وكان شيخنا خاتم الأولياء القطب المكتوم والبرزق المختوم
سيدنا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه من أعظم الدالين على مقامه الشريف والمربين على دوام التعلق به ظاهرا وباطنا شريعة وحقيقة. وعلى هذا المنهج سار صاحب الفيضة المباركة مولانا الشيخ إبراهيم بن عبد الله النياس رضي الله عنه. فكانت محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه والتعلق بحقيقة المحمدية روحا سارية في تربيته ودعوته ومعارفه وأشعاره ومجالسه. وكانت السيرة النبوية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والذكر وتعليم الناس وإطعام الطعام وجمع القلوب على الخير من أبرز معالم رسالته. وقد عظم رضي الله عنه المولد النبوي الشريف تعظيما وجعله موسما متجددا للمحبة والاتباع والشكر ودعوة إلى استحضار أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في حياة المسلمين، لا مجرد احتفال بذكرى تاريخية. وكان يحيي هذه المناسبة بما يليق بمقام المحبة المحمدية، داعيا إلى قراءة السيرة والشمائل والمدائح والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإطعام الطعام وصلة الأرحام ومواساة المحتاجين وإصلاح ذات البين. وكان رضي الله عنه ينظر إلى مناسبة المولد كذلك بوصفها منبرا لتجديد الدعوة إلى الله وإلى وحدة المسلمين وإلى السلام والأخوة بين بني الإنسان. ففي افتتاحه لموسم المولد النبوي الشريف سنة 1386 للهجرة جدد دعوته إلى شعوب العالم وإلى السلام والحرية والأخوة والمحبة والمساواة، ودعا المسلمين إلى مزيد من التمسك بدينهم وإلى الذكر والفكر والنظر والتدبر وطلب المزيد من العلم والعمل به. وهي معان لا تزال حاجتنا إليها اليوم أشد وأعظم. فالمولد في مدرسة الفيضة مناسبة تتجدد فيها الصلة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتستحضر فيها أنوار الحقيقة المحمدية في القلوب، وتتحول فيها المحبة من اللسان إلى القلب ومن القلب إلى العمل والسلوك، فتظهر صدقا في العبودية وحسنا في الأخلاق ورحمة بالخلق وخدمة للإنسان وإصلاحا بين الناس وجمعا للقلوب على الله. وبهذه المناسبة العظيمة أتقدم باسمي وباسم أسرة شيخنا الشيخ إبراهيم نياس رضي الله عنه وباسم أهل الفيضة المباركة بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأمة الإسلامية جمعاء، وإلى العلماء والمشايخ والأئمة، وإلى جميع أحباب شيخنا سيدنا أحمد التجاني رضي الله عنه، وإلى أحباب صاحب الفيضة الشيخ إبراهيم نياس، وإلى كل محب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أنحاء العالم. كما نحيي أحبابنا في إفريقيا والعالم العربي وآسيا وأوروبا والأمريكيتين وسائر بقاع الأرض، ونسأل الله أن يجمعنا دائما على محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم،
وأن يجعل اختلاف ألسنتنا وألواننا وأوطاننا بابا للتعارف والتعاون والتكامل لا سببا للفرقة والخصام. فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقيكم. وندعو أحبابنا في هذه الأيام المباركة إلى الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلاوة القرآن، وإحياء مجالس العلم والذكر، وتعليم الأبناء سيرته وشمائله، وصلة الأرحام، وإطعام الطعام، ومواساة الفقراء والمحتاجين، وإصلاح ذات البين. فأصدق تعبير عن الفرح بالرسول الرحمة صلى الله عليه وسلم أن تظهر رحمته في أخلاقنا وأعمالنا ومعاملاتنا. أيها الإخوة والأخوات، إننا نحتفل بالمولد النبوي الشريف، والعالم يعيش مرحلة بالغة الدقة تتسع فيها بؤر الحروب والنزاعات، وتسفك الدماء، وتهجر الأسر، ويدفع الأبرياء من الأطفال والنساء والمدنيين أسمان صراعات لم يختاروها، فيما تتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وتتسع الفوارق بين الناس، وتتصاعد خطابات الكراهية والعنصرية والتطرف والانقسام. وأمام هذا الواقع المؤلم تزداد البشرية حاجة إلى استحضار رسالة الرحمة والسلام التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد جاء الإسلام ليجمع لا ليفرق، وليبني لا ليهدم، وليصون كرامة الإنسان، ويحفظ النفس، ويقيم العدل، وينشر الإحسان، ويؤلف بين القلوب. وإن من أعظم الدروس التي نستلهمها من رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم أن وحدة الأمة قوة، وأن الفرقة ضعف. فقد قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا سبيل إلى استعادة الأمة لدورها إلا بالعلم والعمل، وبالإيمان والأخلاق، وبالتعاون فيما بين الناس، وتجاوز أسباب التنازع والانقسام. إن العالم لا يحتاج إلى مزيد من الحروب، بل إلى شجاعة الإسلام، ولا يحتاج إلى مزيد من الأحقاد، بل إلى العدل والرحمة والتسامح، ولا يحتاج إلى جدران جديدة تفصل بين الشعوب، بل إلى جسور للحوار والتفاهم والتعاون. ومن رحاب هذه المناسبة المباركة نجدد ما دعا إليه صاحب الفيضة رضي الله عنه قبل عقود، فنوجه دعوتنا إلى شعوب العالم على اختلاف أديانها وأجناسها وألوانها إلى التفاهم والسلام والأخوة الإنسانية. ونوجه نداء صادقا إلى قادة العالم وأصحاب القرار والمؤسسات الدولية والعلماء والمفكرين والفاعلين في المجتمعات من أجل العمل الجاد على إيقاف الحروب وحقن الدماء وحماية المدنيين، وتغليب لغة الحوار والتفاوض على لغة السلاح، والسعي إلى حلول عادلة ودائمة للنزاعات تحفظ للإنسان حياته وكرامته وحقوقه. إن اختلاف الشعوب والثقافات ليس مبررا
للصراع، وإنما هي دعوة إلى التعارف، ولا يمكن للعالم أن يبني سلاما حقيقيا إلا على العدل واحترام الإنسان وحق الشعوب في الأمن والكرامة والعيش المشترك. كما نتوجه إلى العلماء والدعاة ومشايخ التربية بأن يواصلوا أداء رسالتهم في نشر العلم الصحيح والوسطية والرحمة وإصلاح القلوب ومواجهة الغلو والتطرف والكراهية، وأن يقدموا للعالم الصورة الحقيقية للإسلام، دينا للإيمان والعلم والعمل، ودينا للسلام والعدل والإحسان وحفظ كرامة الإنسان. ونتوجه بصفة خاصة إلى شباب الأمة، فهم حاضرها ومستقبلها، بأن يجمعوا بين الفكر والعلم والعمل، وبين الإيمان وحسن الخلق، وأن يجعلوا الذكر والمعرفة والتعليم والإبداع طريقهم إلى بناء أوطانهم وخدمة مجتمعاتهم. فالأمم لا تنهض بالأماني، وإنما تنهض بالعلم والعمل والاستقامة وتحمل المسؤولية. ونذكر في هذا المقام بمكانة المرأة ودورها في بناء الأسرة والمجتمع وتربية الأجيال، وبأن الرجال والنساء شركاء في مسؤولية الإيمان والعمل الصالح وخدمة المجتمع، وأن نهضة الأمة لا تتم إلا بمشاركة جميع أبنائها وبناتها في العلم والتربية والبناء والإصلاح. أحبابنا في الفيضة المباركة، لقد انتشرت الفيضة التي حمل لواءها مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه عبر القارات، وجمعت حول ذكر الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم شعوبا مختلفة الأعراق والألسنة والأوطان، وربطت بين قلوب كثيرة برباط المعرفة والمحبة والأخوة في الله. وهذه نعمة تستوجب الشكر وأمانة تستوجب المسؤولية، وعلينا أن نحافظ على هذه الأمانة بالتمسك بالكتاب والسنة، والمحافظة على أورادنا وأذكارنا، واحترام علمائنا ومربينا، ووحدة صفوفنا، وتربية أبنائنا، والاهتمام بالتعليم والعمل وخدمة الفقراء والمحتاجين، والإسلام الإيجابي في أمن واستقرار وتنمية المجتمعات التي نعيش فيها. ولا مكان بيننا للتنازع والتباغض والفرقة، فالفيضة مدرسة محبة ومعرفة وتربية وأخلاق. فكونوا حيثما كنتم رسلا للمحبة والسلام والإصلاح، واجعلوا الناس يعرفون حقيقة هذه المدرسة من أخلاقكم قبل أقوالكم، بالصدق والأمانة والتواضع والرحمة والإحسان وخدمة الإنسان وخدمة الناس. إن الوفاء لصاحب الفيضة الشيخ إبراهيم ليس بالشعارات وحدها، وإنما بحمل الرسالة التي عاش من أجلها، العبودية لله والمحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلق بجنابه الشريف وحقيقته المحمدية، والتمسك بالكتاب والسنة، والجمع بين الذكر والفكر، وبين العلم والعمل وتزكية النفوس، وتعليم الناس وخدمة الخلق، وجمع القلوب على الله. وفي هذه الأيام التي تعطرت بذكر ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
واملأ قلوبنا بمحبته، ونور بصائرنا بمعرفته، وزين أخلاقنا برحمته، وارزقنا صدق اتباعه، واجعلنا مفاتيح للخير والسلام. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووحد صفوفها، وألف بين قلوب أبنائها، واجمع كلمتها على الحق والرحمة، واصرف عنا الفتن والفرقة والعداوة. اللهم أطفئ نيران الحروب، واحقن دماء الأبرياء، واحفظ المستضعفين، وآوي المشردين، واشف الجرحى، وفرج كرب المكروبين، وأبدل الخوف أمنا والخصام سلاما، والتفرق وحدة، والضيق فرجا. اللهم احفظ بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد العالم، ووفق قادتنا إلى العدل والحكمة، واجعل بين الشعوب جسورا من الرحمة والتعاون، وانشر في الأرض أمنا وسلاما وكرامة للإنسان. اللهم احفظ أحباب شيخنا سيدنا أحمد التيجاني رضي الله عنه، وأهل الفيضة المباركة وأحبابها، واجمع قلوبهم على محبتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم، وبارك في علمائهم ومربيهم وشبابهم ونسائهم وأطفالهم، واجعلهم دعاة رحمة وبناة سلام وخداما للخلق. أيها الأحباب، ليكن المولد عهدا متجددا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عهد محبة واتباع ومعرفة وأدب وذكر وفكر وعلم وعمل ورحمة وسلام. ولتخرج محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجالسنا إلى أخلاقنا، ومن قلوبنا إلى مجتمعاتنا، ومن مجتمعاتنا إلى العالم، حتى نكون نورا يهدي، ورحمة تجمع، وسلاما يطفئ نار الفرقة. وقبل الختام، ومن أجل ضخ دماء جديدة وانسجاما وتماشيا مع تعاليم الشيخ رضي الله عنه في رسالة أنصار الدين الخالدة، أعلن عن تغييرات في هيكلة جمعية أنصار الدين، وذلك بتكليف نجل صنونا سيدي علي ابن الشيخ أحمد ابن الشيخ إبراهيم نياس ابن الخليفة الراحل الشيخ أحمد دام نياس، نكلفه برئاسة جمعية أنصار الدين الوطنية، بدلا عن ابننا وخديمنا سيدي علي عمر روقينيان. والسيد الشيخ أحمد تيجان غي أمينا للجمعية المذكورة، وكذلك نجل صنونا السيد إبراهيم ابن الشيخ محمد المأمون رئيسا لكوماف، والسيد إبراهيم سك المشهور ببرام سك معاونا له ومتمنيا لهم التوفيق والعون والسداد في مهامهم الجديدة. وكل عام والأمة الإسلامية في خير ووحدة وسلام، وكل عام وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحباب شيخنا سيدنا أحمد التيجاني رضي الله عنه، وأحباب صاحب الفيضة الشيخ إبراهيم رضي الله عنه في محبة ورحمة وأخوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد الماحي خادم الأمة وخليفة الشيخ، متعنا الله بطول بقائه في صحة وعافية وسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.